السلام عليكم. لعيبه لعبت في الاهلي وبعدين اختفت. تعال اقول لك هما بيلعبوا فين دلوقتي. اول واحد وهو ويلتر بواليا. اللعيب ده بالصراحه بالنسبه لي كان نصبايا في النادي الاهلي وما عملش اي حاجه. ويلتر بواليا دلوقتي بيلعب في نادي شبيبه القبائل. وتاني واحد هو جونيور اجاي. جونيور اجاي من الناس اللي انا كان نفسي تكمل في الاهلي والاصابه بعدته قوي. هو دلوقتي حاليا بيلعب في النادي الهلال الليبي وعنده دلوقتي 29 سنه. تالت واحد هو صاحب الهدف العالمي ده. هو بالنسبه لي اللعيب ده اتظلم، هو زياد طارق. اللعيب ده كان جاي بيعمل كل حاجه في الكوره الفتره دي وجايب جون عالمي في الاتحاد وعامل كل حاجه. زياد طارق دلوقتي بعد ما لف في كذا نوادي في مصر هو بيلعب في نادي حرس الحدود السنه دي. ورابع واحد هو بدر بنون اللي انتقل من النادي الاهلي الى نادي قطر، وبعديها السنه دي انتقل الى نادي الرجاء المغربي. بالنسبه لي بدر بنون ده من اللعيبه برضو اللي الاصابه اللي جات له في قلبه دي بعدته عن الاهلي، كان نفسي يكمل معانا. اخر لعيب هو بالنسبه لي ان الاهلي استغنى عنه في اكتر فتره كان هو متألق فيها، هو وليد ازارو. وليد ازارو دلوقتي هو بيلعب في نادي عجمان الاماراتي، وفي خلال 3 مواسم سجل 34 هدف. هو مش معدل حلو بس لما الاهلي باعه كان مكسر الدنيا. وما تنساش تقول لي عايزني اتكلم عن مين، موضوع ايه نفسي ان انا اتكلم عنه. ما تنساش تقول لي كنت تعرف كام واحد من دول. وقبل ما تقفل الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وذكر جارك يصلي على النبي. سلام.